تمام. طيب ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما نتكلمش عن اصابه احمد القندوسي اللي كانت الاسبوع اللي فات. تمام. ماشي، فحابين نعرف تفاصيل عنها. تمام. يعني انا مثلا سمعت ان هو عنده قطع في في القصبه. تمام. وعلى مستوى الشظيه هو عنده كسر بالظبط. طيب خلينا نتكلم ان احمد القندوسي طبعا يعني الف سلام عليه وشفاه الله وعافاه، وان شاء الله نتمنى من قلبنا ان هو يرجع في اسرع وقت ممكن، لان هو لعيب مهم ولعيب كبير ولعيب مؤثر يعني. طبعا هو لعيب دولي ولعيب معروف. هو جاله حاجه اسمها كومبليت فراكشر او كسر مضاعف حصل له في عظمه التيبيا وعظمه الفيبولا اللي هي القصبه والشظيه. خلينا نتكلم ان عظمه القصبه والشظيه هما الاثنين بيمثلوا او مرتبطين بمفصل الانكل ومفصل الركبه. تمام. فنتيجه ان هو جاله كسر في عظمه القصبه والشظيه بعد ما بيعمل العمليه، سواء كان مسمار نخاعي او ايا كان وضعه، هو عمل مسمار نخاعي بالمناسبه. بالظبط. تمام. بيبدا ان مفصل الركبه تتاثر ومفصل الانكل يتاثر. طيب بيحتاج وقت قد ايه عشان خاطر يحصل التئام للعظم بشكل امن؟ من 2.5 ل3 شهور بعد العمليه دي. بيبدا تاهيل بعد الفتره دي. في مراحل التأهيل ده انا بقى هتكلم عنها باستفاضه لو انت حابه، يعني انت حابه تعرفي نعمل ايه في التأهيل بالنسبه لحاله زي احمد القندوسي هشرحها ليك. بس في البدايه حابه اعرف هي الاصابه دي خطيره؟ يعني مثلا كمان فتره ان هو يرجع تاني يلعب هتقعد فتره كبيره؟ لا هو يعني تأهيله بيحتاج من 7 شهور ل9 شهور. تمام. دي برضه فتره مش قليله، بس دي متوقفه اكتر طبعا على درجه الكسر اللي موجوده عنده في الانكل او في عظمه الساق وعظمه الشظيه. تمام. خلينا نتكلم ان شكل الكسر هو اللي بيفرق في الحاله في وقتها يقعد قد ايه، وفي علاجها وتاهيلها بيحتاج وقت قد ايه. تمام كده؟ تمام. فلو كان الكسر في مكانه والكسر سليم، ما حصلش اي تفتت في العظم او ما حصلش اي كسر شكله غريب، بيبقى العمليه بتاعته اسهل والعمليه بتاعته افضل. بيبقى غالبا العمليه بتتعمل في عظمه الساق في التيبيا، مش بتتعمل في الشظيه، لان هي اوريدي الشظيه بتلتئم لوحدها مع الوقت. وبيبدا ان هو يمارس علاج طبيعي وتاهيل بعد 3 شهور. تمام. في خلال الفتره الاولانيه بنهتم ان احنا نحاول نجيب التاني والفرد للركبه، لان مفصل الركبه بيتاثر، وده بسبب ان عظمه القصبه والشظيه بيلتقوا مع بعض بيعملوا مفصل اسمه بروكسيمال تيبيو فيبولار جوينت، وده مفصل موجود عند الركبه من الخارج ومرتبط بالانكل بالتحت من الخارج. فلما العظمه القصبه والشظيه بيتكسروا بتبدا ان الركبه الحركه بتاعتها تتاثر كتاني وفرد، وكذلك الانكل تحت كتاني وفرد او دورس فليكشن او بلانتر فليكشن اللي هو حركه مشط القدم برضه يتاثر. تمام. فلازم نفهم ان بعد الكسر وبعد ما بيعمل عمليه بنهتم بالمدى الحركي بتاع المفاصل، عشان لما نيجي نبدا تاهيل خاصه للركبه في اول مراحل، عشان خاطر لما يجي نبدا تاهيل تبقى العضلات مهيئه ان احنا نقدر نعمل لها تقويات. لان لو المدى الحركي بتاع المفصل في الاصل مش موجود او قليل، بتبقى بنواجه صعوبه كبيره عشان نقوي العضلات، لان العضله في الاصل مرتبطه اكتر بالتاني والفرد. تمام. فتخيلي معايا ان لو الكوع بتاعي ده ما فيهوش مدى حركي، انا مش هعرف اقوي الباي، ده حقيقي، لان المدى بتاعي هيبقى قليل. فلازم قبل ما نعمل اي تقويات نركز اكتر على التاني والفرد. تمام. تاني حاجه مهمه مرتبطه بكثافه العظم، عشان نزود كثافه العظم ونخلي الالتئام بتاع العظم اكتر. التمارين من ضمن انواع التمارين نوع اسمه كلوز كاينماتيك تشين او تمارين مغلقه. يعني ايه الاسلوب دوت؟ الناس اللي بيعملوا تمارين زي السكوات او تمارين زي اللانش طعن او تمارين زي الليج بريس، اي حاجه رجليك لمساها يعني لمسه سطح او لمسه ارض اسمها تمارين مغلقه. يعني انت بتعمل تمرين ورجليك على الارض او رجليك على جهاز الدفع مثلا او هاك سكوات او اي تمرين رجليك لمسه سطح، تمام، ده اسمه تمرين مغلق. التمرين المغلق دوت بيبقى بوزن الجسم، فبيخلي كثافه العظم في المكان اللي فيه الكسر اكتر، وبالتالي درجه الهيلينج او الالتئام اسرع. فمعظم التمارين اللي بيعملها في اثناء مرحله التاهيل بتبقى كلوز كاينماتيك تشين، مع تمارين اسمها تمارين البروبريوسبشن او تمارين التوافق العضلي العصبي، تمارين الاتزان اللي هو حد بيبقى واقف على رجل واحده، سواء كان بقى على سطح مستوي او على حاجه زي الترومبولين او البوسو بالانس، حاجه يعني تزود تخلي في عدم اختلال للتوازن، عشان خاطر نزود الاشارات العصبيه اللي بين المخ وبين المفاصل اللي حوالين المكان اللي فيه الكسر، عشان خاطر المكان دوت يبقى مهيئ لما يجي يعمل اي حركه مفاجاه بعد ما بيرجع تاني يلعب كوره، انه ما يحصلوش مشاكل تاني بعيدا عن الكسر بقى، زي التواء الانكل او مشاكل في وتر الاكيلس او مشاكل في الركبه، ايا كان المشكله ايه.
تمام، بس هيرجع تاني يلعب بنفس الكفاءه ولا برضو ده ممكن ده يحس متوقف اكتر على على خطه التاهيل، صح؟ خطه التاهيل طبعا، تمام. ومتوقف اكتر على ثقافه اللاعب نفسه. مهم. بعد ما بيرجع من التاهيل بيبقى اللاعب نفسه محافظ بقى على بروتوكول ماشي عليه عشان يرجع احسن من الاول. تمام. الفكره الاستمراريه بعد التاهيل مهم. بس. طيب حابه